بص يا سيدي، لو مرة لقيت طين غامق ولزج عند سفح جبل أو جنب مجرى مية، ممكن الموضوع ده يفتح لك باب رزق جديد، لأن في الأماكن دي ساعات بيكون في دهب. الراجل ده بدأ يحفر ويطلع الطين ويحطه في طاسة مخصوصة للدهب، وينزل يغسله عند النهر ويقعد يهز الطاسة بالراحة. الرمل الخفيف والطين بتغسله مع المية، لكن حبيبات الدهب اللي تقيلة جدا بتنزل تحت وتستنى تتكشف، وفجأة تلاقيه شايل في إيده دهب بيلمع. أكيد المنظر ده يخليك تتحمس، صح؟ بس لازم تعرف إن الدهب مش بيبان كده بسهولة، غالبا بيستخبى وسط طبقات من الرمل الأسود. والرمل الأسود ده عبارة عن معادن تقيلة مليانة حديد، بتتكون من تآكل الصخور أو النشاط البركاني، وبيحجز معاه شظايا دهب صغيرة. وعشان كده أي منقب أول ما يشوف الرمل ده بيفرح على طول، لأنه علامة إن ممكن يكون في دهب قريب. وفي الآخر الراجل ده طلع حظه كويس والدهب طلع حقيقي. بس الشغل ده محتاج صبر طويل ومهارة وحبة حظ كمان. قول لي بقى، تحب تجرب تعمل كده ولا بتزهق بسرعة؟ عشان الشيء ده من كتر الندرة بتاعته صعبة جدا إنك تلاقيه. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.